السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد على القناه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. واحوالكم طيبه. نهار جديد مع روتين جديد غنشارك معكم اليوم اليوميه ديالي بلا زواق بلا نفاق. غنشارك معكم التقضيه ديال اللحوم، طريقتي في التسيير، طريقتي في التنظيم ديال اللحوم، كيفاش كنقاد الكميات وكيفاش كنحتفظ بهم في المجمد. غنشارك معكم الغديوه ديالي اللي هي سهله وبسيطه وفي المتناول ديال الجميع، محبوبه الجماهير. غادي نشارك معكم اخوتي اي حاجه في هذه القناه هذه، سواء تقضيه او لا تنظيم او لا افكار. مهم كنتمنى ان المحتوى ينال الاعجاب ديالكم وانكم تشجعوني باللايكات ديالكم. الله يجزيكم بخير، الله يحفظكم. بالنسبه هنايا لهاد التقضيه ديال اللحوم فراها كل مره كتختلف. مره كيكونوا فيها الاسماك، مره كيكون فيها اللحوم الحمراء، مره كنجيبوا هاد الشيء على ود الوليدات. بالنسبه اليوم عندي السوسيس وعندي لي نوغيت مخلطين، فيهم اللي حارين وفيهم اللي عاديين، وعندي كفته، وعندي لادان مشرمل هذا فيه الماريناد ديال الشواء. بالنسبه لي ساشي ما بقاوش عندي، مشيت جبتهم من كازيون اللي مفتوح حدا داري، وعجبوني هاد الكيسان خديتهم ب 11 درهم اخوتي، زوينين هكا الاتاي. خديت هاد لي ساشي هادو باش غادي ننظم فيهم هاد اللحوم هادي ونقادهم على حسب الكميه، على حسب الافراد ديال الاسره. مهم اخوتي بالنسبه لهاد لي ساشي راهم عمليين وممكن انكم تستعملوهم جوج مرات او لا ثلاثه، غير ما يكونوش موسخين. ممكن انكم تغسلوهم وتعودوا تستعملوهم، زوينين بزاف وعمليين. وهكايا ممكن تكتبوا فيهم حتى التاريخ ديال الحاجه اللي غادي نتخزنوها. هنا غادي نبدا معكم في التنظيم. غادي نقاد الكميات، وكنبغي نشكر الاخوات اللي انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، لا يخطيكم، الله يكبر بكم. شكرا لكم بزاف بزاف على الكلام الطيب اللي قلتوه في حقي، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم، شكرا لكم على اللايكات، وشكرا لكم على المشاهدات. الله يكبر بكم يا ربي. غنبدا هنايا بهاد لي نوغات اخوتي. بالنسبه لهاد لي نوغات حنا تناخذوهم من عند كزار اللي هو ثقه، اللي كنتعاملوا معاه مده هذه طويله، يعني ثقه بزاف. ماشي كناخذهم عنده غير لي نوغات، كناخذهم عنده الكفته، كناخذهم عنده السوسيس اللي يصايبوا قدامنا. مهم هنايا بالنسبه لي نوغات انايا درت الكميات على حساب الوليدات. وهاد الكفته هادي هانتومايا راه غادي نقسمها غير على جوج. هنا كيلو ديال الكفته غادي نقسمو على جوج، غندير كل نص كيلو في ساشيه صافي. وغادي نحاول انني نضغط هذاك الكميه، نضغطها في هذيك الساشي، وغادي ان شاء الله باذن الله نفرغ منها الهواء، وغادي نقادها باش منين نبغيها. الا بغيت غير النص ديالها نقدر ناخذ النص ديالها صافي. هذه هي الطريقه ديالي اخوتي هكايا. وكيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد لي ساشي فهم عمليين بزاف، وحتى لي باكيت حتى هما كننصحكم انكم تاخذوهم، حتى هما زوينين. انا ما بقاوش عندي فخديت دابا هاد لي ساشي بين ما عاودت خرجت نتقدى، وغادي نجيب مازال لي باكيت باش ان شاء الله الا خديت الدجاج، لان سمعت ان الثمن ديالو بدا تينزل شويه. فاش غادي ناخذ الدجاج فكيعجبني انني ننظم فيه فهادوك لي باكيت، كنظم فيهم الدجاج. كيف ما شفتوا غادي نكمل الطريقه هكايا حتى الكميه الاخرى ديال الكفته. وغادي نقاد دابا حتى السوسيس. عندي هنايا جوج الانواع ديال السوسيس، عندي واحد حار وواحد عادي، حتى هما غادي نقادهم. غادي نقطعهم باش يجوني ساهلين. بالنسبه للسوسيس كنديرو هكايا دائما في طويجنات مع لاصوص، كنديرهم في الغداء ولا في العشاء كل مره كل نهار واللي قسم الله. مهم كنقطعو هكا باش يجيني ساهل، لان كيكون في المجمد باش كيجيني ساهل حتى في فاش كنبغي نطيبو. واخا هو ما كياخذش يعني واحد المده طويله في الطياب، ولكن كيجيني مفرق، ماشي حتى يبدا يطيب عاد نبدا نقطع فيه. صافي هنايا غادي ندير الكميه اللي غنحتاجها في مره صافي، وغادي نقادها في هذوك لي ساشي. وبالنسبه لهذاك اللي حار غادي نديرو حتى هو في ساشي بوحدو صافي. خواتاتي كيف ما قلت لكم بالنسبه للتقديه، فمنين تقداو خذوا وقتكم وقادوا اموركم، قادوا التقديه ديالكم، قادوا الا كنتو جبتوا الخضره قادوها، نقيو الربيع، نقيو النعناع، غسلوا الخضره ديالكم ومسحوها ونظموها في الثلاجه هكا باش ما تخسرش لكم وما ترميوهاش. الا جبتوا هكا الدجاج حتى هو غسلوه
نقيوه قادوه. ديروا لي دوز على حساب ديروا الكميات على حساب الافراد ديال الاسره ديالكم، ونظموا داكشي ديالكم وقادوه ديروه في الثلاجه باش حتى حاجه ما تفسد لكم، حتى حاجه ما تخسر لكم وتضيعوا فيها، خصوصا مع هذا الغلاء اللي كاين ديال الاسعار. فاي حاجه جبتيها فضروري انك تنظميها باش ما تخسرش ليك وباش ما تبقاش فيك، وباش حتى هكايا الاخوات المقتصدات يعني الحاجه الا نظمتيها وقاديتيها راه كتقتصدي على راسك وعلى وليداتك وعلى البيت ديالك وعلى الزوج ديالك. هذه اختي نصيحه من عندي. الحاجه اللي جبتها نوض نقادها ونصايبها ونتولها ونعرف فين غنحطها. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على دقيق القمح، انا تنكيل، كنشري القمح الكامل بالنخاله ديالو، كنكيلو من الطاحونه، كنجيبو هكايا وكنديرو في السطل ديالو اللي كنكون ديجا قبل ما نمشي للطاحونه، قبل ما نتقداه كنكون غسلت انايا هذاك السطل ديالي. وكنشفو مزيان ما كتبقاش فيه النقطه ديال الماء، وكندير في القاع ديال السطل كندير فيه وراق ديال سيدنا موسى، وكنجيب الزرع ديالي كنخويه في السطل ديالي وكنحطو هكايا، كنبقى نجبد منه الوقيته اللي كنبغي نعجن، كنجبد هذاك القمح ديالي وكنخدم به، وراه تيبقى عندي مده طويله، ما تيخسر، ما تيدير لا لا هكا حشرات لا حتى شي حاجه. دائما كنستعمل غير اوراق موسى. كنتمنى اختي صاحبه التعليق اللي قلتي بان الدقيق ديالك كيخسر لك، ديري اوراق موسى ما يخطوكش من الدار، استعمليهم في القطنيه، استعمليهم مع الروز، استعمليهم في السميده، استعمليهم في الفينو، في الدقيق الابيض، في القمح، وتفكريني يا اختي راه ما غاديش يوقع ليهم حتى شي حاجه. صافي هنا خوتي كيف ما شفتوا بقى لي هذاك لاداند ديال الشواف الصراحه. غادي نخليه، غادي نقسمه على جوج مرات، غادي نخليه حتى ان شاء الله باذن الله شي نهار يكونوا الوليدات ما قاريينش، وغادي نشويه ليهم هكا فوق الفاخر كيجي لذيذ بزاف، ونخلطوه هكا مع شليضات ولا مع شي مقبلات سخان، ونكون ونتغداو به ان شاء الله باذن الله. غادي نقسمو على جوج ميكات، ما غاديش نديرو بحال هاد لي ساشي هادو، غنخليهم غير في ميكات العاديين، وغنخليه حتى ان شاء الله نحتاجو، وإلا يسر الله غنشاركو معكم باذن الله في شي روتين. صافي خواتاتي هذه هي الكميه ديال اليوم اللي قديتها. هانتومايا احسن حاجه هي تولوا كل حاجه جبتوها، كل حاجه تقديتوها تولوها وقادوها ونظموها ودخلوها المجمد ديالكم اخوتي. صافي هنايا هانتومايا لي نوغيت راه كلهم قاديتهم، درت اللي حارين مع بعضياتهم واللي فيهم الفرomاج درتهم بوحدهم. صافي وكل شيء هانتوما نظمتو، ما خداش مني هاد الشيء بزاف ديال الوقت، ونظمت كل حاجه غنرجعها لبلاصتها ان شاء الله باذن الله. وبغيت نشارك معكم هاد الدقيق ديال النواره، خديته في الاول ديال الشهر فيه 10 كيلو، كان في واحد البرومو كيعطوك معاه 3 الباكيات ديال لي بات صغار. ومنين جربته خوتي لقيته غزال، ما نقولش لكم، عاودت خديت 10 وحده اخرى لانه ما غادي يخسر ليا ما والو، خصوصا انني كنخدم لي كوموند يعني غنحتاجو في الحلويات في لي كيك، فقلت علاش لا، بما انه فيه البرومو غادي ناخذو علاش لا. وهانتوما وريتكم هاد الكيسان راهم عجبوني خوتي، 11 درهم زوينين، 6 الكيسان زوينين ديال الاتاي. صافي خواتاتي حتى لهنايا غادي نكون كملت هذاك الشيء اللي كنت كنقاد فيه، غادي نحطهم في المجمد ان شاء الله، وغادي نكمل معكم هنايا كيف ما شفتوا. قسمت هذاك اللاداند اللي عندي مشرمل اولا فيه الماريناد، قسمته على جوج. هانتومايا درت كل ميكا بوحده، يعني الكميه ديال التطيبه وحده، وراه تبارك الله فيه كميه كبيره. وخديت شويه ديال لي نوغات اللي غنديرهم غنرافق بهم الغدا ديال اليوم. قالت لي بنتي ضروري ماما تحطي لينا منهم شويه في الغدا، وبغاتهم مقليين. هنايا خوتي جبت معايا واحد القرعه ديال الزيتون. هانتومايا عندي الزيتون اللي مصوبه في الدار، كل مره كنجبد قرعه اولا كنجبد واحد سطيله كنبقى نبدل ليها الماء، وملي كيولي حلو كنشرملو وكنخليه هكايا، تنديروه هكا في الفطور ولا هكايا في الكوتي، يعني زوين وما فيهش المواد الحافظه. وهادو هما لي نوغيط اخوتي، هانتوما هما قليتهم للوليدات، غادي نحطهم دابا في الغدا. كيجيو زوينين، انا دائما تنديرهم في الفران، واليوم اول مره قليتهم نزولا عن طلب البنت ديالي، قالت لي ماما ضروري تقليهم ليا، شفتهم في شي فيديو هكا مقليين وتشهاتهم، قلت لها على الراس والعين.
صافي صوبتهم ليها. وهذا هو الغدا ديالي اليوم متواضع. دائما الروتين ديال نهار الاربعاء كندير فيه القطاني، سواء عدس او اللوبيا او الفول ديال القناوه. المهم اليوم كان عندي في برنامج ديال الاكل انني خصني ندير اللوبيا. درت اللوبيا وكنت غادي نرافقها بشويه ديال السوسيس وشويه ديال الفريت، ولكن حتى لاخر لحظه ومنين جبت هاد التقضيه غيرت البرنامج ودرت ليهم لي نوغات مع اللوبيا وشويه ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه هذه منزليه ان شاء الله، غادي نصايبها معكم في شي فيديو قادم باذن الله. كنتمنى ان الاخوات اللي مشتركات عندي في القناه تشجعوني باللايك ديالكم وبالبارطاج مع احبابكم ومع صحابكم. الله ييسر اموركم ويسهل عليكم. القناه عندي بقى يلاه باديه، ما كرهتش انني نكمل لها الشروط ديالها قبل ما تكمل العام. الله ييسر لكم اموركم. كنوريكم الخبيز ديال القمح الكامل. ديجا كان عندي انا عاجنه 9 ديال الخبزات البارح وخليت منهم اليوم، فطرنا منهم وغادي نتغدى منهم اليوم، وغادي يبقى لي منهم الكسكروط. صافي هذا هو الروتين ديال هذا اليوم، شاركته معكم بكل الحب. كنتمنى خوتي ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم. وهانتوما شوفوا لي معكم اللوبيا. بالنسبه لهاد اللوبيا كانت عندي لاصوص ديجا طيبه موجداها بحطها في المجمد، وهي كناخذ اللوبيا في الاول ديال الشهر كنقيها مزيان وكنرطبها وكنفرقها هكا في الميكات. الوقيته اللي كيكون عندي فيه النهار ديال القطاني كيكون عندي العدس مفزك ومحطوط في الكونجيلاتور، واللوبيا وحتى الفول ديال القناوه كيجيوني هكا ساهلين في الطياب. كناخذ ساشي ديال اللوبيا اولا ديال العدس، كناخذ بواطه ديال لاصوص، كنقطع غير الثومه والربيع وكنسد عليهم وها الغديوه واجده. يعني التحضيرات المسبقه راها كتنفع بزاف بزاف. نتمنى لكم الخير والتيسير. نتلاقاكم فيديو